السلام عليكم حبيباتي الغاليات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. اليوم رجعت لكم مع روتين اليوم كامل رغم الظروف والسخانة العالية. لازم الواحد يتحرك ويكمل نهاره بنشاط وإيجابية وهذا مكان كما راكم تشوفوا. بنتي كانت مرضت لي، ديتها للسبيطار، درت لها السيروم ودرت لها داروا لها اكسجين ودرت لها لي زاناليز، درت لها راديو، ونشوفوا ربي واش هو كاتب. ان شاء الله ما يكون غير خير. ديروا معايا ان شاء الله ربي يشفيها ويشفي كامل المؤمنين ويشفي لكم وليداتكم عفوا ويخليهم لكم. كما راكم تشوفوا ما كانش لا على الخاطر ولا على البال. الحمد لله العين حق. نخليكم تشوفوا معايا كيفاش جاز نهاري كامل خطوة بخطوة. يلا هالياتي نبداو نهارنا على بركة الله ونشوفوا واش درنا اليوم. في الأول نصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا حبيت ندير معكم مسكوت وين دار في وقفة في 5 دقائق يكون واجد. درت 2 حبات بيض، كاس غير ربع سكر وقرصة تاع فاني، وديهم في الأشفار ونضربهم مليح. يعني الأشوار في وقفة تكمل الوحدة خدمتها، ماشي كيما الباتور اللي زدت الزيت وزدت خلطت شوية. كيما راكم تشوفوا يعني في وقفة يندار ما فيه حتى يعني جهد ولا حاجة. يعني فهمت تروحي تكمليه كثرت عليكم يعني كيما كنت قلت لكم. كنت نوض راح نخدم شغلي صباح. كنت راح ندير لهم يعني هاد المسكوت ونويتو لهم باش يفطروا. في آخر الأمر ناضت بنتي ماما راني دايخة، ماما راني عيانة. يعني كنت قلت بالك بها سخانة، بالك يعني الفون صابل راه النفس يعني ضيقة وكل حاجة. قلت بالك يعني مانيش عارفة الجو أثر عليها. رفدتها وديتها حبست كل شيء، ما درتش خليتهم هكايا واجدين ورحت ديتها لوبيتال. داروا لها يعني كيما شفتوا سيروم وداروا لها الأكسجين وخلاوها يعني تحت المراقبة حتى قريب ل11. ودرنا لها لي زاناليز وراديو وكي يخرجوا إن شاء الله ربي يكتب غير الخير إن شاء الله. عفسة صغيرة برك. يعني أنا كنت ظن يعني هذا الجو اللي راهو يعني الحالة مخمخمة واش تشوفوا راهو الفونت صاب السما كامل ما يبانش. مانيش عارفة على دخان ولا فونت صاب. المهم ما كاش الرؤية راهي شوية صعيبة. النفس هذيك عفوا راهي بصعوبة، رانا نتنفسو بصعوبة. والسخانة ما نحكي لكمش ما تقدريش توقفي. يعني رانا نخرجو نطيبو برك قسم نعيشو ونعاودو نولو لديارنا للصالو هذاك مع الكليماتيزور. ان شاء الله ربي يرزق كل محروم كليماتيزور ولا اساسي يعني في الحياة تاعنا. لهنا كما تشوفوا في الوصفة راهي تمشي وانا راني نهضر معكم في هذا الموضوع. الفارينة ديروا يعني قيس كاس ونص الاولاني، ومن بعد روحوا لنص الكاس اللي يبقاكم من الكاس الثاني بالعقل. وشوفوا اذا كان خاصو شويه زيدولو مغرف ولا زوج. انا درت لي 2 كيسان ونص كما راكم تشوفوا. ويعني 2 خماره ودرت زيت تاع الليمون ودرتو يعني طيب. الروتين تاعنا راهو يمشي وانا نهضر معكم في هذا الموضوع تاع الاطفال يعني ولا اولادنا اللي يمرضوا هكذا صفة ويكونوا يشتكوا. حنا ما ملي دخل الصيف ويا ماما راني عيانه يا ماما راني عيانه من ذاك ندوها يعني نديرو لها السيروم ونعاودو نجيبوها، نديوها نديرو لها السيروم ونعاودو نجيبوها. مي ما بانش يعني ما طلبوناش تحاليل، ما طلبوناش يعني راديو. ساعات تقول كرشي، ساعات تقول راسي راهو يدور، ساعات تقول راني عيانة والله غير فشلتني مع الصباح يعني ما قدرتش نكمل شغلي. ديناها ودرنا لها لي زاناليز شكل كبير في لانيمي ولا الكواتر. ان شاء الله ما يكون غير خير. ادعوا معايا ربي يشافيها ويعافيها. لهنا الكيكه تاعنا كانت وجدت كما تشوفوا جات عاليه الله يبارك. وفي وقفه ديريها يعني ما راحش تشد الوقت. كما كنت قلت لكم والله يا خواتاتي غير درت لي خلعه يعني اللي هي الله غالب. مانيش جايه ندير لكم في يعني الطاقة السيئة. مي حبيت نحكي لكم يعني شغل ما كانت لا على الخاطر لا على البال. وما نستهزاوش بولادنا كي يقولوا لنا راهي حاجة هذيك توجع فينا ولا رانا عيانين ولا يعني التعب ولا العيان عنده علاش راهم يعياو علاش راهم يتعبوا. عفوا. انا كيكه تاعي وجدت زينتها تزيين بسيط، درت لها شويه معجون شويه نواه كوكو. هذا واش كان عندي في الدار.
وكنت درت طرشي في الكوشة مادام كانت سخونة في الفور، درتو يتشوى، درتلو شوية زيت بالبانسو درتو لداخل يتشوى لي على غرضو. أصلا كيما كنت قلتلكم اليوم واحد ما فطر، يعني كيما درت الفطور هذاك كيما بقى من الخلعة هاذيك ما كليناش، وجيت نغسل في الماعن هذوك تاع القهوة لي يستقهوو بيهم. كيما قلت لكم ديتها ومن بعد عاودنا رجعنا للدار. خليتها تريح شوية، هي سخانة برك راهي تنزل عليها، وإلا ما كاش نشوفو كيفاش نزيدو نديرو في الروتينات القادمة ولا في الفيديوهات القادمة نقولكم واش بيها واش قالوا لنا الأطباء. الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. ودعوا معايا إن شاء الله ربي يشافيها ويعافيها ويبعد عليها يعني البلا والمصائب، الحمد لله على كل حال. لكن الواحد ما يستهزاش، الحمد لله. أنا اللي كنت مريضة في عندي واحد الشهر ولا شهر وزيادة، وتعرفوا جاني واحد الالتهاب في يديا في رجليا يعني في جسمي، كانت طلعت لي الحمى وأنا أصلا عندي الجفاف. تسمى شغل هذيك الحمى اللي طلعت لي ريفيزا هذاك الجسم تاعي ريفيزا هذيك الحمى، وشغل بدا يتفاعل بطريقة أخرى. بدات البشرة تاعي تتشقق، في الفيديو الجاي خليكم صورة كيفاش كان البشرة تاع يديا ورجليا حشاكم. كنت يعني ما نقدرش نمس الماء، كنت شاكة في الإكزيما، كنت شاكة في كاش التهاب تاع جلد من كاش برودوي، ولا أنا ما مسيتش البرودوي كامل في هذوك البريود اللي كنت مريضة فيها ولا قبل. مانيش عارفة منين جاني، أنا أصلا قلت لكم نعاني من عدة أمراض، بالك الدواء كان أثر عليا مع هذه السخانة اللي كانت وهذوك الحرائق اللي كانوا شتو، هذيك السخانة اللي كانت من قبل كانت بزاف السخانة عالية، وأنا من النوع اللي ما نحملش السخانة، وكنا في الجنازة كنت تعرفوا كنت حكيت لكم. تسمى شغل مانيش عارفة، بالك تأثرت بالجو ولا مانيش عارفة. درت لي زاناليز كي يخرجوا نشوفوا، والحمد لله على كل حال. ادعوا معايا ربي يشفيني ويشفي بنتي ويشفيكم كامل ويبعد عليكم البلا ويحمي وليداتكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا لي الروتين تاع اليوم رغم السخانه اللي راهي قاتلتنا، يعني ما كاش النفس كن يعني نديرو التيستور بالك راهي تاع الحراره بالك راهي 50 ولا اكثر. ربي اللهم اجرنا من نار جهنم. ربي يكون مع الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة واللي عندهم يعني ضيق التنفس وهذو كامل، يعني مساكن يبداو يعانوا في هاد البريود بالذات. إن شاء الله ما مزاش كد اللي بقى اللي فات، يجوزوا هاد النهارات إن شاء الله. لهنا كان الطرشي تاعي كان وجد، وحطيت شلاضة يعني خفيف ظريف، شلاضة بصل وطوماطيش وخيار، درت فينيغرات ونقينا هذاك الطرشي حطيناه. حنا ولادي يحبو يديروه في الخبز، الآخرى ما كلاوش كامل يعني ذاقوا برك. اللهم أديمها ناعمة واحفظها من الزوال. ومن بعدك يعني درنا غسلوا الماعن، غسلت بنتي الماعن ودرنا لاسياس، شربت قهوتي وجيت طويت شوية حوايج كانوا عندي وجيت للعشاء. حبيت ندير اليوم لوبيا ماشطو، درت كانت عندي كركسة تاع الدجاج درتها البنة برك، ما رانيش نشري في الدجاج باسكو راه غالي بزاف. يعني الحمد لله الانسان ماشي يعني لازم يشري دجاج ولازم يشري الحوايج اللي يغليو، ميم الخضرة عندنا راهي لاهبة الله المستعان. بطاطا 12,000، طوماطيش 15، الله المستعان وخلاص، يعني بزاف الخضرة راهي طالعة للسما، الدجاج طالع، البيض طالع. مانيش عارفة كيفاش راح نديرو مع هاد الغلاء تاع الأسعار. الحمد لله على كل حال. كنت درت الكركسة هذيك تاع الظهر تاع الدجاجة ولا العنقوق ولا كل واحد كيفاش يسميه. شوفوا لي لهنا درت بصل كيما نديروها تاع الشكشوكة، خليتها حتى ذبلت شوية ودرت لي معاها حبة طوماطيش، أنا درت زوج ولا ثلاثة ماشي كبار بزاف، وخليتهم طاحوا شوية. ومن بعد زدت معاهم هذيك الموشطو ثاني قليتها حتى طاحوا الخضرة تاعي كامل طاحت شوية وذبلت. ومن بعد نمرق بكاس تاع ما ونغلق عليها كوكوط ونخليها تطيب في غرضها. كي تشوفيها غليت يعني نقصي لها للفرن وخليها طيب على قلها. انا درت غير الملح، ما رانيش نشري في ليزيبيس باسكو ما راناش نطيبو يعني داك الطياب، اما تشكشوكه اما بطاطا مقليه اما تعرفوا حوايج ناشفين ما يحتاج نشرو ليزيبيس. من الافضل ما نشريهم ما يخسروا ما نرميهم، من دركا كي يطيح البرود وتكون الحاله بارده ونقدروا نطيبوا المراقي وكلشي نشري. وتكونوا معايا كيفاش نرتبهم وكيفاش نوجد اموراتي. كيما كنت قلت لكم انا ما نشريش الحوايج اللي ما نستعملهمش باسكو يخسروا باطل. راكم تعرفوا السخانه ما راح نطيبوا ما والو، يكذب عليك اللي نطيبوها راهي تقعد هكذاك.
كيما راكم تشوفوا ضربت المونشطو تاعي جات بنينة عسل، شهيتكم في الجنة، واللي شهيتها تسمح لي حبيباتي. إن شاء الله الروتين يكون عجبكم ولقيتوا فيه لو كان إفادة صغيرة، واللي يعجبها الروتين تخلي لي لايك. هذاك اللايك هو اللي يساعدني باش اليوتيوب يدير الانتشار تاع الفيديو يشوفوه بزاف ناس. لهنا كنا تعشينا وعصوا بناتي الماعن وخلوا الكوزينة تفحفح كما راكم تشوفوا. ان شاء الله اللي شهيتها تسمح لي، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. والى عجبكم ولا عجبكم يعني المحتوى وكنتي اول مره تشوفي قناتي، نطلب منك ان شاء الله تشتركين في القناه وتفعلي الجرس باش يلحقك جديد فيديوهاتي الجايه. وان شاء الله حبيبتي ما تنساوش الدعاء لبنتي بالشفاء. وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي وروتين خلاف، وإن شاء الله ربي يخلينا واقفين وبصحتنا إن شاء الله يا رب العالمين. إلى اللقاء ونتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامة.